بنت كانت عندي وقالت لي تعالي يا ماما هعمل لك حاجة حلوة جميلة. ربنا يبارك لي فيها يا رب، هي واخواتها وولادها. حاجة بقى كده من الآخر، فاخر من الآخر، عظمة على عظمة. الطعم روعة. والطبق عندنا بيتباع الطبق عندنا بيتباع بس ب30 جنيه. وشوفوا، ومش مكلفة خالص، يا دوبك جبت لتر لبن ب27 جنيه، او هتجيبي كيلو لبن اللي هو البلدي ب23 جنيه. يعني مش مكلفة خالص. وهنشوف ازاي عملناها. هندخل بقى على المطبخ ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت 5 كوبايات لبن. هنحط 5 كوبايات لبن. ممكن تحطي 4 كوبايات لبن، هو لتر اللبن بيبقى 5 كوبايات لبن. انا حطيت 4 كوبايات لبن وكوباية مية، والكوباية الخامسة حجزتها. وهنشوف هنعمل ايه. جبنا 5 كوبايات بقى لبن اهو، حطيناهم. هنحط عليهم نص كوباية سكر، كل ده على البارد اهو. و4 معالق كبار ونص دقيق. زي ما احنا شايفين اهو. هنحط ايه تاني يا منال؟ معلقتين كبار نشا. نص معلقة كريم شانتيه. موجود عندك حطي، مش موجود هو ده يعني عشان يعزز الطعم. وهنحط ايه كمان؟ ربع معلقة صغيرة فانيليا، او نص باكو فانيليا اهو، من العلبة دي حاطة شعرة فانيليا كده. وخلاص، وهنقلب كل ده على البارد. قلبناه كويس، حطيناه بقى على النار. وخلاص، بعد كام تقليبة كده ممكن تحطي مكعب زبدة، عشان يعني يلمعها. بصراحة انا عملتها بعد كده كذا مرة ما حطيتش الزبدة. يعني موجود عندك حطي، مش موجود خلاص. وهنا بقى طبعا بنعمل الكراميل. كوباية من السكر. وطبعا ايدنا في المهلبية لحد ما خلاص تتقل معانا. زي ما احنا شايفين السمك بتاعها اهو. هنبدأ بقى نصبها في الاطباق. والكراميل بتاعنا على النار، صبناها خلاص في الاطباق اهي. وعندنا بعد ما الكراميل خلاص اتكرمل، نص كوباية مية مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحاول ان احنا واحنا بنصب كده ما يكونش حوالينا اطفال، ونصب بالراحة لانها هي بتفوق. هنحط بقى النص كوباية المية المغلية، ونتننا وراها نقلبها لحد ما يدوب السكر خالص. عندنا بقى كوباية اللبن اللي احنا حاجزينها، هنحط عليها النشا. 2 معلقة صغيرة، معلقتين نشا صغيرين. نشا. وانت خلاص الكراميل ساعة عندنا بالمية. هنبدأ ننزل بقى على اللبن اللي عليه معلقتين صغيرين من النشا، ونقلب بقى. وطبعا واحنا بنحط النشا على اللبن بيبقى طبعا اللبن بتاعنا ساقع، ونتننا نقلب لحد ما تبص تلاقي بقى يعني تقل كده بقى صوص جميل. نبدأ نصبه على على الاطباق على طول. والاطباق ما دخلتش التلاجة، ده هي اول ما حطيناها جمدت. صبينا، شايفين الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاجة كده
فاخر من الاخر، تحفة والله، والطعم روعة. وشوفوا مش مكلفة، الطبق بس بيتباع عندنا ب30 جنيه، ومش طبق كبير، ده طبق كمان ما شاء الله مليان. شوفوا ايه ب27 جنيه، شوفوا عملنا حاجات قد ايه، وكم معلقة دقيق ومعلقتين نشا وكده، كلام فاضي كله الحاجات التانية. ودي طبعا بعد ما ايه ما خرجت من التلاجة وجمدت. شايفين الشكل، روعة، والطعم خطير. واقول لكم بقى ايه، ما تنسوش اللايك يا حبايبي، وربنا يديكم الصحة ويخليكم. آه واترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.